الناس اللي عندها شقق مغلقة او قافلينها لاي سبب قلقانين. قال لك هو القانون ده هيتفعل بكره الصبح على الشقه المغلقه؟ نقول بقى على ماده تانية في الدستور الجديد عشان ما حدش يرجع يقول لنا ايه الدستور اتغير. ماده كام بقى؟ ماده 225 من دستور سنة 2014. وراجعوا يا جماعة الناس العادية مش المحامين، أكيد محامين هيبقوا عارفين التفاصيل دي. الناس العادية افتحوا كده على الانترنت واكتب كده مادة 225 من دستور 2014. بتقولك ايه بقى المادة دي؟ بتقولك ان القوانين لا تعمل بأثر رجعي، يعني ما فيش حاجة اسمها قانون يرجع بظهره إلا في حالات خاصة وهي خاصة بالضرائب والقوانين الخاصة احكام الجنائيه، دي حاله استثنائيه. لكن كل القوانين لازم تتحرك للامام. طب حضرتك في القانون 164 ده بيكلمك على الشقق المغلقه اللي فاتت ولا الشقه اللي هتغلق؟ الماده دي بقى حلت لك المشكله دي، قالت لك ما ينفعش القانون يتحرك لورا الا اذا نص على هذا. زي في قانون ايه؟ زي في الماده 29 من قانون 49 لسنه 77. ساعتها قال لك ايه؟ القانون كله مفعل تاني يوم من نشره في الجريده الرسميه ما عدا الماده الفلانيه. ونفس الحكايه حصل فين؟ في قانون 6 لسنه 97 برضه. طب احنا عندنا في قانون 164 القانون ده عند الاغلاق قال لك هيتم تفعيله باثر رجعي؟ لا، ما جابش سيره. يبقى ده معناه ان القانون ده هيطبق على الشقق اللي سيتم اغلاقها، اللي هتتقفل. لكن الشقق اللي كانت مقفولة ما لهاش دخل. نقرأ المادة برضو ونشوف مع بعض الكلام ده حقيقي ولا لا. يجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوم من تاريخ إصدارها، ويتم العمل بها بعد 30 يوم من تاريخ نشرها، ما لم يحدد القانون ميعادا لذلك. ما لم يحدد القانون ميعادا لذلك، يعني لو القانون ما قالش فيه ميعاد معين يبقى خلاص. الناس اللي عندها مراكز قانونية ثابتة لا يطبق عليها أي قانون بأثر رجعي، لأن حضرتك مطبق عليك قانون معين ما ينفعش يطبق. فلازم لو المشرع عايز القانون يتطبق بأثر رجعي لازم يشير لده في القانون، والحقيقة ده ما حصلش.